السلام عليكم اخواني المشاهدين، اخواتي المشاهدات اللي دائما كيتابعونا في القناه وحتى الناس جداد. نتمنى ان الفيديوهات ديالنا والمحتوى ديال القناه الاعجاب ديالكم، وما تنساوش الاشتراك بالقناه والاعجاب بالفيديو باش ديما نشر لكم جديد ان شاء الله. اليوم ان شاء الله اخواني المشاهدين اخواتي المشاهدات غنشارك معكم ثاني فيديو جديد وخرجه جديده الى مكان اخر او لا الى مدينه اخرى من غير مدينه اكادير اللي هي مدينه ديال الصويره، اللي هي كتشبه مدينه اكادير في الجو ديالها وفي البحر، واللي البعد على مدينه اكادير ب 175 كيلومتر. وحتى بالنسبه للسواح كتستقطب واحد العدد ديال السواح خارج الوطن وداخل الوطن، وهذه المدينه حتى هي كتعجبني وهي مدينه زوينه بزاف. كنتمنى ان تنال الاعجاب ديالكم والناس اللي قريب لهاد المدينه هذه ولا اللي كتعجبو بحال هذا المكان هذه نتمنى يزورها الايامات الويكاند ديالو والايامات العطل، وحتى بالنسبه للصيف كيكون فيها السواح بزاف. بالنسبه للطريق من مدينه اكادير الى مدينه الصويره ممكن تصطادف واحد العدد ديال المحلات بحال هادو اللي هما كيبيعوا بحال هاد الصنعه ديال القصاب والصناعات التقليديه ديال المغرب، بحال هاد المسائل اللي كيتصيبوا باليد. وحتى بالنسبه للتعاونيات ديال زيت ارغان واملو والعسل كاينين في هاد الطريق هادي اللي كينتبه البلايك غادي تشوف العناوين ديال هاد التعاونيات، وممكن انك تشري شي حاجه الا بغيتيها. كتدخل عندهم كتلقى زيت ارغان وتلقى املو وتلقى العسل. كما درنا حنا في هاد الخرجه هادي كنطرقوا بحال هاد الاماكن، نزلنا في التعاونيات نزلنا في المحلات بحال هادو. وبالنسبه لهاد المحل البعد ديالو على المدينه ديال الصويره 20 كيلومتر تقريبا. بعد ما كتوصل من المدينه ديال التصويره كتوصل للبارك، كتلقى مع الناس اللي كيهزوا السويرتات ولا الناس اللي كيعرفوا الديور ديال الذكرى اللي بغى يسكن تما شي يومين ولا 3 ايام ولا على حسب العطله اللي بغيتي دوزها تما. راه كاينين الناس اللي كيكونوا مختصين في الذكرى بالنسبه للبرطمات داخل المدينه القديمه او لا خارج المدينه القديمه.
وهنا اللي عنده السياره الا بغى يكري على برا راه ممكن، اللي ما عندوش السياره ممكن يكري في الداخل ديال المدينه باش يكون قريب للمدينه اللي بغى يدور فيها. وحنا بطبيعه الحال واخا عندنا السياره كنفضل انا نشد الابارتمان في المدينه القديمه وتما شديناها وكانت الاثمنه جد مناسبه. ها هي الابارتمان اللي خدينا في الوسط ديال المدينه القديمه حدا الساحه بالضبط. ملي وصلنا لهنايا مشينا درنا شويه في السويقه ودرنا في الساحه هنايا جلسنا في الساحه شويه على برا، وعاد جا مول هاد الابارتمان هادي اللي دار معانا جينا معاه وسوينا معاه الثمن وخديناها. فيها المطبخ وفيها الدوش وفيها 3 البيوتات اللي هما 3 لو شومبر، يعني مزيانه وقريبه لينا للساحه وقريبه للسويقه واللي كافي على برا هنايا حدانا. وحتى بالنسبه للسناك اللي بغا يتعشى ولا اللي بغا يتغدى لي سناك حتى هما قراب، ولا اللي بغا يطيب شي حاجه يجيبها للدار راه كلشي هنا قريب. اما هو قال لنا الا بغيتو شي وحده على برا بالنسبه لدوك البارتمات الجداد اللي على برا المدينه القديمه قلنا ليه لا حنا بغينا هنايا فيها هاد لا شومبر كبيره وفيها هذا السرير كبير وفيه جوج سريرات صغار بالنسبه اللي عنده دراري صغار. وفيه ها هي نتوما كتشوفوا متسعه وكبيره ومهويه ومولاها ساكنه لتحت. وحتى بالنسبه ها لا شومبر الاخر بالنسبه صاله د لا مونجي اولا اللي بغا يتفرج يعني زوينه بزاف عجبتنا. وهذه هي وكاينين بحال هادو بزاف ولكن حنا جينا ديريكت لهذه اللي قريبه مديورها لينا هذه جينا ليها. صباح الخير عليكم. هذا يوم الثاني في الخرجه ديالنا بعد ما شفتوني البارح في الدار ملي مشينا حطينا ديك المسائل اللي خدينا جلسنا حتى تسارحنا العشيه خرجنا جلسنا في الساحه ومشينا ضربنا دوره في المدينه حتى وصلت وقت العشاء تعشينا ورجعنا للدار. كيف جينا عيانين في الطريق صافي رجعنا نعسنا باش نتسارحوا. دابا بعد ما فقنا في الصباح جينا ناخذ شي حويجات اللي مازال عندنا في الطوموبيل نحطوهم في الدار باش نجيو نقلبوا على شي بلاصه نفطروا فيها. بالنسبه للغدا ان شاء الله ممكن نتغداو في السناك هنايا ولا شي قهوه كاينين طواجن كاين كلشي. البارح راه ملي جينا باش نقلبوا على العشاء زعما قلنا ما غنلقاوش ولكن لقينا باقي الناس هنا كيديروا حتى هما الطواجن كيديروا السكسو كيديروا كلشي في العشاء اللي بغيتي موجود. ايوا هذا مكان. اما بالنسبه للغدا الا بغيتي تاخدي الشوايه راه موجودين حدا المرسى هنايا. كاين السمك الاشكال وانواع وطري ورخيص. كاين اللي كيجيب الاسماك لداخل طريه وكيجيبها لهاد الناس اللي كيديروا الشوايه حدا المرسى هنايا كتحطيها لهم ويطيبوها لك وتغطي ثمانين. ايوا بالنسبه اللي بغى يطيب الراس والخضار ممكن يديوهم للدار يعني الاسماك تما موجودين يعني السمك الحوتي النوع موجود. هانتوما كتلاحظوا هاد الطيور ديالنا وراه حتى هما في الساحه عامر. وبالنسبه للمشاش غادي تقولوا اش كيديروا هنا راه حتى هما كيجيبوا ليهم الحوت حتى لهنا وكيفرقوا عليهم. فين ما درتي في هاد الساحه ولا دوك الزناقي ديال المدينه القديمه غتلقاي المشاش بحال هكا لقيطات هكا قداش وكيعطيو لهم السمكه ولا في الحوت هكا وتما كينتظروا الناس اللي كيجيب لهم ما ياكلوا في هاد القناه هذه. وحتى بالنسبه لهاد الطيور النورس حتى هما مابقاش كيخافوا من الناس فين ما درتي غتلقاي يعني واحد الجماليه ديال الامور كتكون كل مدينه معروفه بها. وبالنسبه لهاد التصويره معروفه بهاد الطيور النورس موجودين وهاد القطط هذه هي الساحه اللي قلت لكم قريبه لك فيها جميع المسائل اللي كتحتاج الواحد في الويكاند ديالو في العطله ولا البلاصه اللي غادي تسكني فيها. لهذا حنا شدينا الحكمه هنايا في هاد الدخله هذه. وبالنسبه اللي كافيين موجودين والسناكات والقهاوي الاخرى لينا وحتى بالنسبه للسويقه حتى هي قريبه.
بعد ما فطرنا راه حنا غنمشيو ان شاء الله نضربوا دويره في هاد الشوارع اللي فيها بزاف ديال الامور ما يتشاف، بحال هاد السلعه التقليديه اللي كتجلب واحد العدد ديال الصباح. بالنسبه لهاد الامور هذه اللي هي زوينه والبلاصه اللي كيديروا فيها تصوير، بالنسبه الافلام دوليه مشينا ليها باش ندخلوا تما. كتطلع لواحد البلاصه فوق البحر، كتطلع على البحر، ولكن لقينا هاد الايام قالوا لك هاد السيمانه غادي يتسد، ما غاديش يدخلوا ليه الزوار. السواح كاع حتى هما حتى واحد ما غاديش يدخل. كانوا الناس كيدخلوا لديك البلاصه، كتطلعي الفوق وكتشوفي التصويره كلها والمدينه والبحر والمرسى. ولكن لسوء الحظ لقيناه مسدود، كيصوروا فيه شي فيلم دولي. واحد السوء الناس عليه، ورجعنا ضربنا دويره في المدينه وجينا. بعد ما سارينا المدينه القديمه والمحلات ديالها، وشفنا واحد العدد ديال انواع ديال السلعه القديمه والتقاليد والمسائل هادو، رجعنا لمرسى حتى هي ندخلوا نشوفوا المعلومات اخرين جداد مع هاد الناس ديال المرسى هادي. وبالنسبه للمدينه كما قلت لكم، الفيديو درنا غير شي لقطات بسيطه على المدينه ديال الصويره. اما بالنسبه للمدينه اللي بغى ياخذ معلومات اكثر، من احسن يمشي للزياره لهاد المدينه. الناس اللي كيديروا العطله الصيفيه ولا العطل ديال الويكاند، كنصحهم بالزياره لهاد المدينه. وعلاش لا، الناس ديال داخل المغرب وحتى خارج المغرب اللي كيجيو على برا غادي تلقاو فيها الحاجات اللي تعجبكم، لا في السكن لا في الماكله وحتى في الجو والبحر نقي وزوين. وهذا ما تمنينا ديما الفيديوهات ديالنا يوصلوا لكم بعض المعلومات على المناطق اللي كنمشيو ليها، ونشارك معكم الرحلات والخرجات ديالنا، ونتمنى المحتوى الاعجاب ديال الجميع، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، ولينا العوده الى مدينه اكادير ان شاء الله في اقرب وقت. والسلام عليكم ورحمه الله.